وياه مع العلم هو منافس كلش قوي إله، واحد يحجون على الاخ وعداوه. المهم راحت السالفه وانتهت، جينا على هذا اللي احنا عاقدين وياه قلنا له انت ما تستحي اشو 24 ساعه تقول هذا مو خوش ادمي وجابكم عليه وانا عداوه وياه صار لي سنين واكو منافسه بالعمل؟ قال لا، قال انا وياه مشاكل عندنا عداوه اوكي، بس انتو جايين من غير بلد وهذا ابن بلدي وابن منطقتي، بس مال انتو تلتمون عليه لا اعذروني. فيعني شلون المثل يقول لك انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. والله بصراحه يعني هي الموقف كان بالنسبه لي يعني فشي كلش حلو. ولا البارحه مثلا نشروا منشور احمد باسل اجى العراقيين بصفحه كاس العالم، هذا اللي يضحك وهذا اللي ينتقد وهذا اللي يتنمر. ليش؟ هو هذا ابن بلدنا، المفروض احنا يعني اوكي بيناتنا واحد يحكي على الثاني، بس قدام الغريب ما يصير واحد يحكي بابن بلده.